ازيكم عاملين ايه؟ لو نفسكم تعملوا حاجة حلوة سهلة وسريعة في اقل وقت واقل مجهود وبثلاث مكونات بسيطة جدا، تعالى اقولكم ازاي تعملوا الحاجة الحلوة الجميلة دي في 10 دقايق بالظبط. بس لو اول مرة تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وهنا بوريكم بعد ما طلعت من التلاجة. جميلة جدا، سكرها مظبوط وطعمها بجد لو جربتوها بإذن الله تعجبكم. اول حاجه بقى بجيب الشوكولاته القابله للدهن بتاعتي، انا بستخدم علب كيلو كده، خدت منها 4 معالق كبيره وسيحتها في ميكرويف او حمام مائي المتاح عندكم. بعد كده بجيب الفول السوداني بتاعي، حطيته في كيس كده وببدا اكسر فيه كده. تمام، انا مش عايزاه ادخله الكبه وكده عشان انا مش عايزاه يبقى ناعم، عايزاه يبقى متكسر كده قطع عشان يبقى يدي شكل حلو في الاخر. تمام. بس وبعد كده هجهز بقى الطبق فيه جوز هند وطبق فيه فول سوداني زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هجيب 3 وحدات من الموز واقطعهم بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي ده. يفضل ان احنا نشيل الاطراف بتاعه الموز. طبعا مش هتترمي يعني، عادي ممكن تاكلوها وانتوا واقفين يعني. بس وهجهز كل حاجتي كده وابدا اجيب قطعه الموز كده واغطسها في شوكولاته كويس خالص، وبعدين اصفيها كده بالشوكه زي ما انتم شايفين كده. وهنزلها في السوداني، وهكون مجهزة علبة تلاجة تكون مخصصة للحلويات عشان الحلويات ما تاخدش اي ريحة من التلاجة. وهجيب القطعة التانية برضو بنفس الحكاية واغطسها في شوكولاتة، وبعدين احطها في جوز الهند. وهكمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، شوية جوز هند وشوية فول سوداني. عايزة اقولكم الطعمين احلى من بعض. فكرة بسيطة جدا يعني، ممكن تبان انها بسيطة جدا بس طعمها في حتة تانية خالص. حلوة قوي، مناسبة كمان للأطفال يعني، طرية جدا وحلوة. اتمنى ان انتوا تجربوها كده وتقولي رأيكم ايه. بس كده خلصت الكمية، احطها في علبة تلاجة زي ما انتوا شايفين كده واغطيها. لو مستعجلين ممكن تحطوها في فريزر نص ساعة او في التلاجة لمدة ساعة كده، وهتكون خلصت وجاهزة على الاكل على طول زي ما انتوا شايفين كده. وبس كده خلصت الوصفة، اتمنى تكون عجبتكم وتكون مشاهدة ممتعة ليكم. وشكرا جدا مشاهدتكم ومتابعتكم، بس اتمنى ان انتوا تاخدوا لفة في القناة كده وتتفرجوا على كل الافكار والوصفات اللي بقدمها. شكرا جدا ليكم.